الأول عدنان. احنا درسنا يا عدنان في معهد إعداد الدعاء هل جائز تهنئة غير المسلمين ولا لا. درسنا ان في نوعين من الأعياد عند غير المسلمين. النوع الأولاني عيد يخالف عقيدتنا، والنوع الثاني عيد لا يخالف عقيدتنا. يعني أعياد معينة احنا كعقيدة المسلمين بتقول ان لا الموضوع ده مش صح، وأعياد تانية هي لا تخالف عقيدتنا. يعني مثلا عيد ميلاد المسيح، هل احنا عقيدتنا بتقول ان المسيح اتولد ولا لا؟ المسيح اتولد، يبقى ده في مشكلة في العقيدة في حاجة زي ما فيش مشكلة. فقال لك الأعياد التي توافق عقيدتنا انت ممكن تهنيهم عليها. بعض العلماء يقول لك هني على أي حاجة، على أي من باب وقولوا للناس، مش قولوا للمسلمين، وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. وبعدين خد بالك ان كثير من النصارى او المسيحيين يعني بيهنوا المسلمين بأعيادهم، فبيبقى كلام حلو منهم، فالمفروض ان احنا أولى بالأدب، وده شيء اجتماعي ما دام لا يخالف عقيدة المسلمين. فهم قالوا لو حاجة تخالف العقيدة بلاش، لو حاجة ماشية مع العقيدة ماشي. بعضهم قال لك لا ممكن تهني في أي حاجة. ده اللي أعرفه، وممكن تسأل حد تاني لو لذلك أهل الحق، أهل السنة والجماعة، أهل الدين، اللي يقول لك قال الله، قال رسول الله، قال العلماء. العلماء بفهم الأئمة. فتقول له أنت مين اللي قال لك الكلام ده؟ من سبقك من الأئمة؟ ما عندوش. من سبقك من الأئمة؟ ما عندوش. من سبقك من الأئمة؟ ما عندوش. فأعياد الكفار والمشركين بعضها موجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أعياد النصارى. إذن فقد تكلم الفقهاء والعلماء في حكم هذه المسألة بعينها، ويمكننا الرجوع إلى تلك الفتاوى، فلسنا بحاجة إلى إصدار فتوى جديدة، بل نرجع إلى تلك الفتاوى للأئمة والعلماء. ثانيا، ماذا أفتى العلماء والأئمة في حكم تهنئة الكفار بأعيادهم وقبول هداياهم ومكافأتهم عليها وقت أعيادهم؟ قد تتفاجؤون بإجماع العلماء على حرمة ذلك وكراهته. وخلال فترة البحث في أقوال العلماء على مختلف مذاهبهم لم أقف ولو على قول واحد ممن يتساهل في هذه القضية، لا من علماء الأحناف ولا المالكية ولا أئمتنا الشافعية ولا الحنابلة. لا يوجد قول يتساهل في هذه القضية، بل وصل ببعض الفقهاء أن أوصلوا القضية إلى الكفر بناء على قصد ذلك الرجل. ثالثا، أنقل إليكم فتاوى الأئمة والعلماء عن هذه القضية مع شيء من الاختصار. أولا، أقوال الحنفية. قال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق في المجلد 8 يقول: رجل اشترى يوم النيروز شيئا يشتريه الكفرة منه وهو لم يكن يشتريه قبل ذلك، إن أراد به تعظيم ذلك اليوم كما تعظمه المشركون كفر، وإن أراد الأكل والشرب والتنعم لا يكفر. قضية ليست بالسهلة. وقال الصنعاني في سبل السلام عندما ذكر بعض الأحاديث في تشبه الكفار: وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. العلماء يتكلمون عن إهداء بيضة، لا بطاقة ملونة وفيها من كلمات التهاني على عيد للنصارى وغيرهم. أقوال المالكية: وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له، والكراهية هنا كراهة تحريم، ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين
أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما، حتى اللحم الذي يؤكل، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة، ولا يعانون على شيء من دينهم، لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم. وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلم أحدا اختلف في ذلك، لم أعلم أحدا اختلف في ذلك، لم أعلم أحدا اختلف في ذلك. انتهى المدخل لابن الحاج المالكي المجلد الثاني. وقد جاء في منح الجليل شرح مختصر الخليل المجلد السابع: لا يحل قبول هدايا النصارى في أعيادهم للمسلمين وكذا اليهود، وكثير من جهلة المسلمين من يقبل منهم ذلك في عيد الفطيرة عندهم وغيره. نسب هذا القول وهذا الفعل الجهل. وجاء في شرح النيل وشفاء العليل المجلد العاشر: وأما أعياد النصارى واليهود فلا يجوز الإهداء فيها على رسمهم ولا قبول هداياهم فيها، لأن ذلك تعظيم الشرك، وكثير من الناس يقبل ذلك منهم كعيد الفطر عند اليهودي. هذه أقوال المالكية. نأتي إلى السادة الشافعية، فقد جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيثمي المجلد الرابع في باب الردة: ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه، وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. انتهى كلامه. وجاء في شرح المنهاج: يعذر من وافق الكفار في أعيادهم. وهذه موافقة، توافق النصرانية في عيده عندما تهديه بطاقة، بدل أن يكون موقفك هو الإنكار عليه في هذا الموقف الذي يتحتم منك أن تبين العقيدة الصحيحة السليمة في عيسى عليه السلام، فإذا بك تعطيه بطاقة ملونة وتقول له: مبروك عليك هذا العيد. هذا لا يمت إلى التسامح بشيء. التسامح شيء، وما يتعلق بالعقيدة شيء آخر. نعم، نتسامح مع اليهود والنصارى ونتعامل معهم وفق ما جاء في الشرع، أما ما جاء في الشرع خلاف ذلك فعلينا أن نتقيد بالنص، وإلا فإن الله تعالى يقول عن أهل الذمة، وهم الذين يعيشون بين المسلمين بعقود تحميهم. قال الله تعالى في سورة التوبة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهل القرآن لا يعيش مع التسامح الديني؟ جاء في تحفة المنهاج في شرح المنهاج الجزء التاسع: يعذر من وافق الكفار في أعيادهم، ومن يمسك الحية، ومن يدخل النار، ومن قال لذمي يا حاج، ومن هنأه بعيده. ومن هنأه بعيده أي بعيد أهل الذمة يعذر، يعاقب. هذا مذهب علمائنا وأئمتنا الشافعية. ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس، كل هؤلاء يعذرون. نأتي إلى الحنابلة. قال صاحب كشف القناع عن متن الإقناع المجلد الثالث: وقال الشيخ: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وبيعه لهم فيه، ليس فقط الإهداء، حتى البيع لهم. وفي المنتهى: لا بيعنا لهم فيه، ومهاداتهم لعيدهم لما في ذلك من تعظيمهم، فيشبه بداءتهم بالسلام. اسمحوا لي أن أطلت عليكم في هذه الخطبة، لكن القضية تحتاج إلى شيء من الضبط الفقهي. ثم أني أقول بعد أن ذكرنا أقوال الفقهاء وهي كثيرة جدا، اختصرت وذكرت بعضها فقط. وكما قلت لم أقف على قول لإمام من الأئمة ولا فقيه من الفقهاء أنه يتساهل في هذه القضية.
ثم السؤال الأهم: على ماذا نهنئ النصارى؟ هل نهنئهم على ميلاد الرب، أم على ميلاد ابن الرب، أم على ميلاد ثالث ثلاثة؟ هل يجوز شرعا أن أهنئ رجلا على باطله؟ هل يجوز لي شرعا أن أهنئ سكيرا على شربه للخمر؟ هل يجوز لي شرعا أن أهنئ وأبارك زانية على زناها؟ هل يجوز لي شرعا أن أهنئ سارقا على سرقته؟ إن اتفقنا جميعا أن ذلك لا يجوز، فهذا والله أعظم.